أهلا بكم. علمت الجزيرة الرياضية أن ريال مدريد توصل للاتفاق النهائي من أجل ضم الجناح الويلزي جارث بيل من توتنهام هوتسبير الإنجليزية، وقد تصل قيمة هذه الصفقة إلى 116 مليون يورو، كما أنها قد تضم أيضا تنازل ريال مدريد عن أحد لاعبيه وهما البرتغالي فابيو كونتراو أو الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لفائدة توتنهام. إذن عقد بيل سيكون لمواسم مع راتب سنوي يصل ل10 ملايين يورو. باتت صفقة انتقال الدولي الأرجنتيني غونزالو إيغواين من ريال مدريد إلى نابولي باتت شبه أكيدة وبانتظار التوقيع الرسمي في الساعات القليلة المقبلة. صحف إسبانية أكدت أن اللاعب وافق على الانضمام إلى نابولي بعد أن كان ينتظر عرضا أفضل من طرف أرسنال، لكن الفريق الإنجليزي تراجع عن فكرة ضمه نظرا للفارق الكبير بين العرض الذي قدمه للريال والبالغ 28 مليون يورو وبين ما اتفق عليه كل من نابولي اتفقوا عليه نابولي والريال البالغ 37 مليون، بالإضافة إلى حوافز قيمتها 3 ملايين يورو، فيما سيكون راتب اللاعب 6 ملايين يورو سنويا.